هو جون انتوي مهاجم الاهلي السابق فين دلوقتي؟ في سنه 2012 الاسماعيلي تعاقد مع مهاجم من غانا اسمه جون انتوي. بعد ما انضم قلب الدوري المصري مراجيح، قدم مستوى رهيب جدا، اهداف رهيبه، امكانيات ممتازه، قناص، قادر يسجل في كل الفرق الكبيره، 31 هدف و7 اسيست في 52 مباراه مع الدراويش، وقدر يحصل على هداف الدوري موسم 13-14، وكان الطبيعي انه يجيله عروض كبيره جدا، وفعلا انتقل للشباب السعودي. 17 مباراه سجل 4 اهداف وصنع هدف، وكانت تجربه يعني مش ناجحه جدا، ولكن بيخش النادي الاهلي ويتعاقد مع اللاعب وقتها. بعد ما انضم قدم بدايه عبقريه، 4 اهداف في 3 مباريات في كاس مصر وهدف في الكونفدراليه، وكانت بدايه ممتازه جدا. بدأ الموسم اللي بعده، ولكن المنافسه مع مليك ايفونا كانت صعبه، ورغم كده مستواه كان افضل كتير من المهاجمين اللي جم قبله. 11 هدف و3 اسيست في 32 مباراه، اهداف جيده، ولكن بالمقارنه مع ايفونا لا، في جاب كبير. وانتقل للمقصه ورجع يكسر الدنيا مره تانية. 3 مواسم هو من هدافين الدوري، لاعب قادر يقدم مستويات كبيره جدا علشان بعدها يتعاقد معاه نادي بيراميدز، ولكن التجربه كانت فاشله بشكل ملحوظ. وبعدها انتقل لطلائع الجيش وبرضه فشل، علشان ياخدها من قصرها ويقول لك ارجع بلدي مره تانية، لا تقول لي احتراف ولا نيله، ورجع لنادي دريمز الغامي. وده كان في موسم 23-24. شارك معاهم في الدوري والكونفدراليه 39 مباراه بمعدل دقائق لعب اقل من كده بكتير، سجل 10 اهداف وصنع 3. والموسم اللي فات انتقل للنادي المروج الليبي وقدر يسجل هدف في 6 مباريات، وحاليا لسه مكمل مع الفريق ده وهو عنده 33 سنه في الوقت الحالي. ولحد هنا خلصنا قصه الهداف التاريخي للمحترفين في الدوري المصري جون انتوي. قول لي بقى الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟